من راجل لراجل، أنا بحبك يا صاحبي. بحبك لأنك لسه واقف على رجلك رغم كل المصاعب والأهوال اللي انت شايفها في حياتك. بحبك لأنك لسه واقف بشرف وبأمانة ورافع راسك فوق، ومفيش حاجة بتكسرك، وماشي بتنحت في الصخر. لا بتنحت ايه؟ بتحفر في الصخر بضوافرك علشان توفر عيشة كريمة ليك ولكل حبايبك. ومهما يحصل حواليك برضه واقف ومكمل. أنا بحبك يا صاحبي لأنك في الوقت اللي معظم الناس بيمدوا إيديهم، أنت كرامتك فوق. في الوقت اللي معظم الناس بيسرقوا، أنت بتاكلها بالحلال. في الوقت اللي معظم الناس ماشية بالمحسوبية والتدليس، أنت ماشي بتقول يا رب ماليش غيرك. بحبك يا صاحبي عشان أنت مش أناني، عشان أنت لسه شايل هم أبوك وأمك، أخوك وأختك، مراتك وولادك. ما جريتش من المسؤولية، لا، بتجري على المسؤولية، بتاخدها في حضنك وتقول لها أنا قدك وقدود. بحبك يا صاحبي لأن في ناس كتير قوي يأست، بس أنت كل يوم الصبح بتبص لربنا وتصلي له وتدعي له وتقول له يا رب أنا معاك في معيتك، عني واديني الأمل. وبتاخد 1% أمل وبتعمل منهم شغل كبير قوي، ولسه واقف على رجلك، ولسه بتحارب، ولسه بتكبر، وهتكبر يا صاحبي، وهتوصل لكل اللي انت عايزه. عشان كده أنا بحبك يا صاحبي. من راجل لراجل لازم كلنا كرجالة نكون في ظهر بعض. وكل لما تشوف راجل شقيان، سواء تعرفه أو ما تعرفوش، قول له بحبك يا صاحبي.